أقوى زيت لتطويل الشعر وتكثيف الشعر وعلاج التساقط. هذا الزيت السحري زيت معجزة في تطويل الشعر وإنبات الفراغات. إذا كان عندك فراغات في شعرك راح يملأها، إذا كان شعرك يعني يتساقط يطيح راح يوقف التساقط، وأكيد راح يطول لك شعرك ويكثف الشعر، ومن أول أسبوع راح تلاحظوا الفرق. أيضا يعمل على ترطيب الشعر ويعطيه واحد اللمعة ونعومة رائعة. يعني إذا درتي هذا الزيت وداومتيه قبل العيد إن شاء الله راح يعطيك نتيجة بزاف شابة. المهم حتى يخليك تولي تخافي على شعرك من العين والحسد، لأنه هذا الزيت ممتاز يعني رائع جدا. وراح نخدمه بأعشاب طبيعية بسيطة. تبعي معي الفيديو. المهم بسم الله. اولا راح نبدو نحطو ملعقه تاع حبه البركه او الحبه السوداء. حبه البركه لها عديد من فوائد للشعر بفضل مكوناتها الغنيه مثل الاحماض الدهنيه والفيتامينات والمعادن. حبه البركه تحفز نمو الشعر، تقوي الشعر وترطب الشعر وتعالج تساقط الشعر وتساعد على التطويل. ايضا راح نحطو اوراق غار او اوراق سيدنا موسى ولا كما نقولوا حنا الرند. راح تحطي 3 حبات ولا 4. ورق غار يحتوي على مضادات اكسده التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وأيضا يعالج القشرة ويقوي الشعر الضعيف. هذا الزيت أيضا يخلصكم من قشرة الشعر، لأنه الأعشاب اللي فيها يعني تخلصك نهائيا من القشرة المزعجة. أيضا راح نحط ملعقة من السمسم ولا ملعقة من الجنجلان. السمسم أيضا يرطب الشعر لأنه يحتوي على خصائص مرطبة، يعالج الشعر الجاف والتالف، يعطي لمعة للشعر ويخلي الشعر يبدو صحيا ولامعا. أيضا يساعد في علاج وتقوية الشعر الضعيف. على بها لازم ديروا كاع هاد المكونات اللي راني نديرها، يعني ما تنقصوا والو باش يكون الزيت يعني افيكاس في التطويل والتكثيف والترطيب اكيد. وراح نزيدو نحطو ملعقه تاع بذور الكتان ولا زريعه الكتان. زريعة الكتان تاني بزاف مليحة للترطيب للتطويل. وبغيت أيضا ننصحكم راه يعني يباع في العطار زريع بذور الكتان. إذا لقيتو غير شروه وخلطوه مع الزيوت تاعكم، لأنه زيت بذور الكتان بزاف شباب يساعد في الترطيب والتنعيم. وراح نحتاجو أيضا ملعقة تاع حلبة. الحلبة يعني من الأعشاب المفيدة جدا للشعر، لأنه تحفز نمو الشعر وتحسن من كثافة ومرونة الشعر. يعني بزاف مليحه الحلبه، لازم تزيدوها تاني تعمل على التطويل التكثيف. لازم تديروها. وراح نحطوا ايضا ملعقه من القرنفل او ما يسمى المسمار. راح تحطي تاني واحد الملعقه صغيره. القرنفل تاني معروف انه يعالج التساقط، يوقف التساقط ويطول الشعر. ديروا البنات العقده عفوا ديروا البنات هاد الخلطه كما درتها انا باش تعطيكم نتيجه. راح تجيبي معاها الزيت، ديري زيت الزيتون ولا زيت جوز الهند ولا زيت السمسم. واذا ما عندكش كاع تقدري ديري زيت الذره، يعني الزيت اللي نطيبوا به عادي. ديري يعني واحد الكميه تاع كاس هكذا. المهم حتى يتغطوا. طريقة التحضير حبيباتي جد مهمة. راح تحطوا هذه المقلاة على النار قليلة مدة 10 دقائق مع التحريك المستمر. يعني وقعدوا تعسوا في هذا الزيت وهذه المكونات يعني لا يتحرقوا. لازم يعني تخلطيها كمرة مرة وتديريها على نار قليلة حتى يغلي الزيت مع الأعشاب على نار قليلة باش يطلق الفوائد تاعه. يعني باش هاد الأعشاب تطلق الفوائد تاعها. هاك يعني كما راكم تشوفوا فيا ندير أنا. بعد ما خليته 10 دقائق طفيت عليه وخليته يبرد، يعني راح تخلوه يبرد شويه. شوفوا راح تشوفوا يعني هذاك ورق الغار، شوفوا كيفاش راح يتبدل اللون تاعه. الان راح نجيبوا زجاجه تكون مغسوله ومعقمه ونجيبوا مصفاة ونديروا يعني نصفوا الزيت تاعنا. البنات هذا الزيت تقدروا ديروا حتى يعني للبنات الصغار، يعني تقدري ديري انت وبنتك عادي، انت واختك عادي، لانه يعني طبيعي وعنده شعال من فايده. كما قلت لكم في بدايه الفيديو، يوقف التساقط، يطول، يكثف، يعالج القشره، يعمر فراغات الشعر بزاف هايل، ينشط، لانه هذا الزيت ينشط الدوره الدمويه في فروه الراس ويحفز نمو الشعر باش يطول. راح تصفيه كيما هكا. طريقه الاستعمال: راح تحطي على شعرك من الجذور حتى الاطراف وتغطي شعرك ببلاستيك وتخليها ساعتين، ويعني تغسلي شعرك، ديريها قبل الدوش او قبل الحمام. من الافضل يعني باش تشوفوا نتيجه بزاف شابه وسريعه ديروها مرتين في الاسبوع. اذا ما عندكش الوقت ديريها مره. المهم خلوه ساعتين وغسلوها. وصلنا الى نهايه الفيديو. مع السلامه حبيباتي.